اهلا بالغاليين بكل محب اسكندريه وكل متابعيني الاعزاء على قناتكم مصايف وشواطئ اسكندريه. النهارده هنعمل جوله من شواطئ سيدي بشر. ربنا يستر على شواطئ سيدي بشر وكورنيش سيدي بشر هذا العام في موسم الشتاء. يلا بينا مع بعض نبدا جولتنا. طبعا زي ما هو واضح قدامنا في الفيديو ان الميه وصلت لشارع البحر بالرغم من وجود الحواجز الأمواج، لكن الأمواج كانت مرتفعة جدا الفترة اللي فاتت. يمكن النهاردة الجو حلو شوية والأمواج هادية، لكن اليومين اللي فاتوا كانت الأمواج مرتفعة جدا لدرجة ان المياه طلعت بره شارع البحر وأكلت الشواطئ كلها. لذلك اضطرت المحافظة ان هي تعمل مصدات وحواجز، مش صف اول بس، لا زي ما هو واضح قدامنا النهارده عملت صفين 2 أو 3 كمان لشواطئ سيدي بشر. وللأسف الشواطئ بالذات او الامواج العالية محدش يقدر يقف قدامها غير الخالق. فادعوا معانا كلنا لاسكندرية انها تعدي على خير في موسم الشتاء القادم. طبعا كلنا عارفين ان شواطئ سيدي بشر دي من اجمل الشواطئ اللي موجودة على كورنيش اسكندرية. وزي ما هو واضح قدامنا في الفيديو الكابلات الكهرباء الخضراء والكابلات السوداء كلها طلعت بره المية، جرفتها للبلاج واصلا ما عادش فيه بلاج. وبرده شايفين السلم بتاع شواطئ سيدي بشر كلها المية وصلت لشارع البحر والمية اكلت الرمل من اسفل السلم، وده طبعا بسبب قوة المية. طبعا الله حافظ بإذن الله لاسكندرية وشواطئها. ده كلها شواطئ سيدي بشر من أول سيدي بشر لغاية بير مسعود، كل الشواطئ تقريبا حصل فيها تآكل والمية كلها بدأت تطلع للكورنيش. ده برضو ظهور للجلاشين على شواطئ سيدي بشر، انا شفته النهاردة اول مرة اشوفه. ده مهنة الغطاس او الصياد، ده بيبحث في الرمال عن مشغولات ذهبية وعملات معدنية ومفقودات بتكون وقعت من المصيفين. طبعا بتكون مهنة التجليش ديت بتحصل في بداية النوات والشتاء. وانتظروني في جولات كتيرة جاية عن الأجواء الشتوية في اسكندرية. متنساش لو أول مرة تشوفنا تشترك في القناة، ولو حضرتك موجود معانا ما تنساش اللايك. أشوفكم على خير، يلا سلام عليكم.